السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في خير وفي احسن احوال. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك تسمع المجيب الدعاء. دلوقتي انا عندي بنطلون قماش وفيه خرم بالطريقه ديت. طبعا فيديو لناس كتيره جدا بتحتاج الحاجات ديت، فتعالي بينا هنقولك نعمل ايه. طبعا لما يكون في خرم زي كده ما ينفعش ان انت تركبي عليه بادج طبعا، لان طبعا بيبقى باين وبيبقى شكله مش حلو. فهو هنعمله هنا بطريقة الكفافة او بطريقة ان احنا نعالجها بطريقة سحرية كده. هنا عشان هو حتة صغيرة، انا خدت هنا حتة صغيرة من ظهر البنطلون من جوه كده من الخياطة. هي بتقولك اهي، يعني مش كبيرة، يدوبك على قد اللسعة بتاعت السيجارة اللي موجودة دي. وشرط طبعا هنا بتقولك ان يكون معانا الخيط نفس لون البنطلون او نفس لون الحاجة اللي هتشتغل عليها. وهتبتدي ان انت هتحط الحتة ديت من جوه البنطلون. طبعا معلش عشان كنت بسجل لوحدي واشتغل، فكان الموضوع بالنسبة لي شوية صعب. هنا بقولك هنا حطيت الحتة من جوه، وتكون ابرة ملضومة على فتلة واحدة، وتكون بلون التيشيرت او بلون البنطلون. هنا طبعا انت ماسكه البنطلون هنا تخلي بالك علشان ما تخيطيش عليه. هنا انا زومتلك وبقولك ان انا بخش من نفس الغرزه كده واطلع بالشكل دوت. اتبعي الخطوات هتلاقي النتيجه معاكي مبهره جدا. تخش كده من نفسها كده، يعني بعدها بحوالي ملي كده ما يزيدش. هتفضلي تعملي نفس الخطوات ديت لحد ما تخلصيها. هنا انا بقولك بتشتغلي هنا بتعمليها مرتين. بعد كده انت بعد ما خلصتي كده انا لفيت عليها مرتين علشان ااكد ان الخياطه سليمه، واكد كمان ان هي ما تفكش بعد كده. كل اللي هي الحروف الملسوعه دي تشيليها بقصافه على الحرف خالص علشان ما تبقاش باينه وانت شغاله. بعد كده بنبتدي ان احنا نموت الحروف ديت بالطريقه اللي تريحك، ان انت تخش من بره لجوه او من جوه لبره كده بالفتله. تفضلي لحد ما بتلفي عليها بالشكل ده كده. تخلي بالك ان انت وانت شغاله وانت ماسكه البنطلون بالشكل ده ما تخيطيش عليه من جوه ولا من بره، يعني ما تشبكيش تاني جزء معاه تاني. كده انا خلصتها كده تمام. بصي بتقولك خلاص كده، او انا بقولك هنا شكلها خلاص ما بقاش باين. شرط بقى الحاجات دي كده ان انت لازم تكويها كويه محترمه. ما تنسيش بقى لايك والشير، وكمان انت اول مره تشوفي القناه ما تنسيش ان انت تشتركي وتفعلي الجرس وتشيري عشان كل الاشعارات توصلك وكل يستفيد. هنا طبعا لو في اي خيط او اي زياده او اي حاجه بتشيليها. وكده شكل البنطلون معاكي مفيهوش اي حاجه. شكرا لكم المتابعه، سلام.